بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اتكلمنا على الفيديو اللي فات بنمط اللي حصل لمصر وبعض والدول العربية في الفترة من 2011 إلى 2014، واتكلمنا عن بعض الأرقام، رقم 4 ورقم 3 ورقم 2 وتبقى رقم 1. وقلنا أول حاجة هنتكلم عليها الحارس الرهيب، وكنا مدين خلفية عن إن علماء الفلك واللي هم الناس المهتمة بصاحب مصر والمحارب الرهيب وخادم الأرض المقدسة والحارس الرهيب، وإن السيسي بيدور على النجم الأخضر وسيف لا إله إلا الله والسادات وساعة أوميجا. وهنتكلم في الفيديو دوت عن الحارس الرهيب. الحارس الرهيب، قبل ما نتكلم عن الحارس الرهيب عاوزين نريح سيادة المشير السيسي عن ساعة أوميجا عشان ما اسألش عنها. ساعة أوميجا طبعا أنا كنت في قمة الحزن لما اتريقوا عليك وقعدوا يكتبوا لك على العمدان وغير والهجوم اللي كان عليك في التواصل الاجتماعي عن ساعة أوميجا، ولكن أنت أيها الرجل على حق، وفعلا جالك النجم الأخضر وفعلا جاتلك ساعة أوميجا، ولكن النجم الأخضر هو هقولهولك، وساعة أوميجا لا تسألني عنها إطلاقا حتى تأتي ولا تسأل ما ليس لك به علم، فالذي علم هو من يعلم وهو علام الغيوب. ولكن عليك أن تعلم أن قد اقتربت الساعة وانشق القمر، وعليك أن تعلم أن انطلقت عقارب أوميجا انطلقت عقارب أوميجا من بعد ما الكلمة طلعت من لسانك، ولكن ما تسألش هي ايه الا غير لما يجي اوانها بإذن الله، واوانها لما يكتمل ملك المحارب الرهيب، مش خادم الارض المقدسة، المحارب الرهيب. عندما يكتمل ملك المحارب الرهيب تقدر تسأل عن ساعة أوميجا. عشان اريحك برضو تاريخ ساعة أوميجا، تاريخ ساعة أوميجا هو كان يوم 30 وكان في شهر 4. انت شفتها في يوم 30/4، بس طبعا مش 2009. ساعة أوميجا في برضو هنا هوت منتشر على التواصل الاجتماعي ورقة النتيجة ديت 30/4 ومكتوب عليها اعلم دائما أن لكل شيء نهاية. وساعة أوميجا معناها هي كلمة يونانية الأصل، معناها آخر الحروف اليونانية، لما تعمل لها تحويل للغة العربية هي معناها ساعة النهاية. وعليك أن تعلم أن اقتربت الساعة وانشق القمر واقتربت ساعة النهاية وانطلقت عقارب أوميجا من بعد ما طلعتها من لسانك مباشرة، من بعد ما طلعتها من لسانك مباشرة، ساعة أوميجا. وما تسألش ايه هي ساعة أوميجا. اما لو عاوز تعرف التاريخ بالظبط، فاتكلمت عالمة التنبؤات جوي عياد عن جين ديكسون، وقالت ان هي شافت 6 كواكب وكوكبين وملك وملكة وفتى او طفل صغير في ايديهم والشمس والقمر. قالت ان الرئيس الجاي من مواليد 62، وده على تفسير جين ديكسون. جين ديكسون هل رأت الرؤية التحذيرية للفلول حق؟ ايوه نعم رأتها، ولكن التفسير ما نعتمدش على تفسير عرافة، ولكن نعتمد على تفسير سيدنا يوسف. فالعرافة فرقت الكواكب وسيدنا يوسف جمعهم ل11، والكواكب الظاهرة للعرافة هم 8 كواكب يقعوا فوقيهم 7 سماوات، تحتيهم 7 أراضين، في وسطهم 7 أيام في الأسبوع، اليوم ب70,000 سنة مما تعدون. أي تاريخ الرؤية اللي انت شفتها يا سيسي لساعة أوميجا
والنجم الأخضر في 30/4/1978. 30/4/1978. يا سيسي، إن كنت أنت المحارب الرهيب فعليك أن تبحث عن خادمها، ولو اخترت أنك أنت تكون خادمها فعليك أن تسلم سيف لا إله إلا الله ميراثك لمحارب تثق فيه. وطبعا محدش ليه السيف دوت غيرك يا حبيبي، فأرجو أن تفيق في أسرع وقت. ده بالنسبة لساعة. بس ايه هي ساعة اوميجا بقى؟ ما تسألش عليها، لا تسأل ما ليس لك به علم، فالذي علم هو من يعلم وهو علام الغيوب. ونيجي بقى على الحارس الرهيب. استنادا على الحارس الرهيب يجي شاب قلبه قلب أسد اللي هو الفنان الصاعد محمد رمضان، يستند على الفنان العظيم عزت العلايلي، آسف في اللفظ، بشخرة من أنفه. الأستاذ محمد رمضان شخر في فيلم حديث، فلما جم عاتبوه قال ما الأستاذ عزت العلايلي آسف في اللفظ شخر في الفيلم الفلاني. طب يا راجل انت اعتمدت على شخرة في فيلم الفلاني، ما اعتمدتش ليه على نبوته اللي كسر ايد فتوة ظالم؟ يا راجل ما اعتمدتش ليه على راسه اللي كسرت راس فتوة ظالم؟ يا راجل ما اعتمدتش ليه على زنده ودراعه اللي كسر وقطم دراعات وظهر فتوة ظالم؟ يا راجل ما اعتمدتش ليه على لسانه لما جمع فتوات الفتوة الظالم بأهل الحارة فيش بكلمتين، بأحلى كلمتين، كلمتين العدل. العدل يا راجل، اعدل يا راجل، ليه بتستند على الراجل؟ طب أرجو من الله عز وجل أن يغفر للفنان عزت العلايلي ما تقدم من ذنوبه وما تأخر بسبب الكلمتين اللي قالهم في الفيلم دوت، وجمع فتوات الفتوة الظالم مع أهل الحارة فيش. وما أدراك ما أهل الحارة فيش. ونأتي في ثورة 25 يناير وينزل أهل الحارة فيش مرة أخرى، ولكن بفيش ظالم كاره العدل الذي يقول أنا حبيب العدل والعدل كارهه. بفيش ينزلوا أهل الحارة بفيش لمرة أخرى في ثورة 25 يناير. ثم استضعفوه وينزل للمرة التالتة ضد الإخوان في ثورة 30. في ثورة 30 أهل الحارة فيش ينزلوا مرة كمان في ثورة 30 ليسقطوا كبش الفداء لأصحاب الطاولة، والحمد لله رب العالمين على ذلك. وبعد كده استضعفوه وسموه حزب الكنبة. ويبدأ بعد ثورة 30 وانهيار حكم كبش الفداء السيد محمد مرسي يستضعفوه ويسموه حزب الكنبة، ويبدأ التنازع على الملك وهو قاعد زعلان عليك يا مصر، ما تحركش وسايبكم لحد اللحظة ديت. أهل الحارة فيش، أهل الحارة، أهل حزب الكنبة قاعدين بيتفرجوا عليكم. ولكن أثناء التنازع في ثورة 30 ومن بعد ثورة 30 تيجي الكنبة اللي انتم مستهترين بيها تقول له مالكش دعوة بالتنازع عن الملك، فالملك بإذن الله قادم لك قادم، ولكن كون حارس رهيب بالفطرة الربانية. كون حارس رهيب بالفطرة الربانية دون عن أي دولة أخرى. وقف على باب الحارة حارس كالغول، حارس كالمارد، حارس كالأسد لأي بلطجي يجي عاوز يهجم على حارتك، لأي مغتصب عاوز يجي يغتصب نسائك، لأي حرامي يجي عاوز يسرق بيتك. فالحارس الرهيب هو حارس في كل لجنة شعبية، أي هم أهل الحارة فيش، هم الحارس الرهيب. فعليك أن تعلم أيها الحارس الرهيب
في هذه اللحظة الفارقة في الانتخابات الرئاسية القادمة، إما أن تكون من أهل الحرافيش، إما أن تكون من حزب الكنبة، إما أن تكون حارس رهيب على، مش على الحارة بقى، على خزائن الله في الأرض كما وصاك سيدنا يوسف: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. إياك أيها الحارس الرهيب أن تفرط في خزائن الله عز وجل، فأنت المقصود بالحارس الرهيب لها، وأنت الحارس الرهيب، وأنت وريث سيدنا يوسف، أنت وريث أكبر خزانة على مستوى الخلق، أنت وريث خزائن الله في الأرض، أنت وريث أكبر شركة حراسة في العالم، وهي حراسة شركة يوسف بن يعقوب للحفظ والعلم والأمانة. وعليك أن تفيق وتقوم كده من على الكنبة اللي حضرتك قاعد عليها، وعاوزين راجل حارس غول أسد مارد يهابه من في الخارج قبل الداخل. فأين أنت أيها الحارس الرهيب؟ الحق جمع رقم 4، الحق أيها الحارس الرهيب، الحق جمع رقم 3، الحق أيها الحارس الرهيب، الحق جمع رقم 2، كلهم تحت رقم 1 من أجل خزائن الله في الأرض. مصر فهي ميراثك أنت، مش ميراث رقم 4، مش ميراث رقم 3، مش ميراث رقم 2، فهي لرقم 1 خالق الجميع وصاحب الخزائن، وأنت الحارس الرهيب عليها، وجعلك دون أي جنسية أخرى أن تكون حارس رهيب عليها. عليك أن تفق يا ابن الحارة الإفاقة السريعة، والحق التنازع على ملك خزائن الله في الأرض، فهي لك، فهي لمن تختاره أنت، لمن يحكم في خزائن الله عز وجل. من أراد الرئاسة فهي ليست له، من أراد الملك فهو ليس له، ولكن من أراد خدمة الأرض المقدسة فهي له. فعليك أن تبحث عن خادم الأرض المقدسة مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.